بيقولوا دايماً ما تقدرش تملي من كوب فاضي. يعني ببساطة لو ما اهتمتش بنفسك الأول مش هتعرف تدي للي حواليك ولا حتى تحقق أهدافك. النهاردة هنتكلم عن 6 جوانب مهمة للعناية بالنفس، لو التزمت بيهم هتلاحظ تغيير كبير في حياتك. مش هنتكلم بشكل نظري بعيد، لا، هنتكلم بواقعية وتجربة، ونشرح إزاي تقدر تطبق كل نوع خطوة بخطوة. يلا نبدأ. المرة الأولى العناية بالجسم. أول حاجة لازم تهتم بجسمك، هو وسيلتك للحركة والإنجاز في الحياة. مش لازم تكون رياضي، لكن على الأقل توفر له الأساسيات اللي تخليها يخدمك كويس. ليه ده مهم؟ لأن صحتك البدنية بتأثر على طاقتك ومزاجك وحتى تفكيرك. لو جسمك مرهق صعب جداً تكون في أفضل حالاتك. تعمل إيه؟ حاول تنام عدد ساعات كافي، ما بين 7 إلى 8 ساعات. كل أكل متوازن ومغذي. حرك جسمك حتى لو بمشي بسيط نص ساعة في اليوم. اهتم بشكلك ونظافتك الشخصية. خد دوش دافي. اعتني ببشرتك. اعتبر جسمك شيء غالي محتاج رعاية. المرحلة الثانية العناية بالعقل. عقلك هو المايسترو اللي بيدير كل حاجة. لو سبت تفكيرك يتوقف أو يغرق في السلبية هتلاقي نفسك واقف في مكانك. إزاي تهتم بيه؟ خصص وقت يومي تتعلم فيه حاجة جديدة، سواء كتاب، بودكاست أو حتى فيديو مفيد. خد وقتك تفكر، راجع قراراتك وراجع نفسك بصراحة. سيطر على التوتر، جرب التأمل، اليوغا، أو حتى تكتب أفكارك على الورق. واكسر الروتين، جرب حاجة جديدة، لغة، هواية، أي شيء يكسر الملل. المرحلة الثالثة هي العناية بالمشاعر. مشاعرك زي البوصلة، بتدلك على الطريق. لو تجاهلتها ممكن تلاقي نفسك غرقان في مشاعر سلبية وانت مش واخد بالك. ازاي تعتني بيها؟ عبر عن نفسك سواء بالكلام، الكتابة أو الفن. خليك دايماً على تواصل مع ناس ترتاح لهم، وحاول تطلب المساعدة وقت ما تحتاج. لما تتعصب أو تتوتر خد نفس عميق، جرب التأمل أو المشي وسط الطبيعة. والأهم كن لطيف مع نفسك، سامحها، شجعها، واعرف إنها تستحق الدعم. الرابعة العناية الروحية. الروح مش لازم يكون لها طابع ديني، لكنها موجودة جوانا، والاهتمام بيها بيمنحك راحة وسكينة. تعمل إيه؟ خد وقت تسكن فيه من غير صوت واسمع نفسك. فكر في المعنى اللي بيديك حماس تعيش يومياً. فكر في 3 حاجات أنت ممتن ليها. اقضي وقت في مكان طبيعي، شمس، شجر، بحر، كلها حاجات بترجعك لحقيقتك. الخامس العناية بالعلاقات. الناس اللي حواليك ليهم تأثير كبير على طاقتك وحالتك النفسية. إزاي تهتم بعلاقاتك؟ ارجع تواصل مع أصحابك وأهلك، ابعت رسالة، اعمل مكالمة. ابعد عن الناس اللي بيسحبوا طاقتك وقرب من اللي بيدعموك بصدق. ساعد غيرك، الكلمة الطيبة بتفرق جدا. واشتغل على مهارات التواصل. اسمع بتركيز وافهم مشاعر اللي قدامك. السادس العناية بالمجال المهني والمالي. شغلك ووضعك المالي ليهم دور كبير في إحساسك بالأمان والثقة. تعمل إيه؟ طور نفسك باستمرار. خد كورسات، اتعلم حاجات تنقلك خطوة لقدام. نظم فلوسك، اعمل ميزانية، قلل من المصاريف اللي ملهاش لازمة، وابدأ تحوش. فكر في المستقبل، فين حابب تكون كمان 5 سنين. واحرص على التوازن. شغلك مهم بس مش لازم يبلع حياتك كلها. الخاتمة الاهتمام بنفسك مش رفاهية، ده أساس لحياة متوازنة وسعيدة. ابدأ بخطوة واحدة بس، صغيرة، ومع الوقت هتلاقي نفسك بقيت أقوى، أهدى وأكثر تركيز. ما تستعجلش، الرحلة دي مش سباق، دي استثمار في أغلى حاجة عندك، نفسك. قولي في التعليقات إيه أول جانب ناوي تبدأ فيه النهاردة.